احلى واطعم صينيه بطاطس بالفراخ ممكن تاكليه. نقول بسم الله ونشوف الطريقه. معانا طاسه على النار، نضيف فيها شويه زيت، معلقه توم مفروم بالكزبره والكمون، وقبل ما الثوم ياخد لون نضيف عليه عصير كيلو طماطم. في الوقت ده هنكون مجهزين صينيه حاطين فيها معلقه سمنه ورصين فيها فراخنا محطوطة على النار تاخد لون، وبمجرد ما الطماطم تغلي هنضيفها على الفراخ ونبدأ نحط توابلنا عشان تدي الطعم الحلو للبطاطس. معلقة فلفل اسود، ملح، معلقة بابريكا، نص معلقة جنزبيل، ونص معلقة قرفة، ولو موجود عودين قرفة ناشفين نحطهم تدي طعم حلو أوي مع البطاطس. معلقة سكر صغيرة، نحط معانا كمان البصل المتقطع طرنشات. بعدين نضيف البطاطس مع ربع معلقة حبهان وورقتين لورا، ونساوي صينيتنا ونسيبها لحد ما تاخد غلوة على النار من فوق. بعد كده هنحطها في الفرن تكمل تسوية، ولو احتاجت ملح بنضيف الملح، وممكن كمان تضيفي قرنين فلفل اخضر زي ما انا ضفت كده، ده اختياري. نبدأ نجهز الرز بتاعنا. نحمر الشعرية ونضيف الرز المغسول ونقلب الرز المغسول في الشعرية لحد ما المية اللي في الرز تنشف. نبدأ لو عندنا شوربة نحط، ما عندناش شوربة نحط مية، ونملح رزنا، ومجرد الرز يتشرب نضيف معلقتين سمنة ونقلبه. البطاطس استوت اهي وطلع ما شاء الله لونها تحفة. نغرف بقى في الاطباق وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير.